متابع يا شيخ؟ والله أنا ما سمعتك بالآخر لأنه انشغلت شوي. وين كنا؟ أعطيني دليل، أعطيني دليل بأن طلحة والزبير وأم المؤمنين ومعاوية رضي الله عنهم قاتلوا علي لأنه خليفة. أنا ما ادعيت إنه قتلوا لأنه خليفة. أنت قلت لي قاتلوا لأنه خليفة؟ لا ما قلت. لك شو قلت؟ قلت قتلوا لأنه القتل في جيشه. ما أنت ما تكلمت بهذا الكلام، خلينا نكون نحن واضحين، الله يرضى عليك. والله هذا اللي قلته يا شيخ، قلت لك القتل في جيشه وقتل. أنا قلت لك علي بن أبي طالب خليفة صح؟ أنت قلت لي لا ما إنه خليفة. نعم صحيح، قلت لا وما بيعتبروه خليفة. قلت لك من قال بأن علي بن أبي طالب من الذين قاتلوه بأنه ليس بخليفة؟ أعطيني دليل، هيك أنا قلت لك. كلهم قالوا إنه ما هو خليفة، يعني مين قال؟ أكبر دليل لو خليفة معناته زي ما بيقولوا الشيعة إنه ناكدين غادرين. من قال بأنه ليس خليفة؟ اللي صار الحرب اللي صارت بتقول إنه ما اعتبروا الحرب اللي صارت، هل هم قاتلوا علي على الخلافة؟ يعني على طلحة والزبير كانوا لا يرون علي خليفة وراحوا قاتلوا؟ يا شيخ ناكد حشتك إنه هن كيف لا يعتبروا خليفة ويطالبوا بالقصاص، وما طالبوا بالقصاص وطالبوا بتسليم قتلة عثمان. طيب طالبوا بتسليم قتلة عثمان، أليس لأنه الحاكم؟ لا، لأنه قتلة عثمان معاه. طيب تمام، لماذا معاه؟ أنا اليوم القتلة معاك، ليش يعني إذا أنا اليوم احنا عايشين بدولي، انت في معك قتله اللي قاتلين الرئيس السابق. اعطيني قول لطلحة. انا اليوم اطالبك بالقتله هو لانه في معاه جماعه اعطيني قول لطلحة والزبير وام المؤمنين ومعاوية بن ابي سفيان بانهم قالوا بان علي ليس خليفه. هاي معك الشيخ عبد الله السفيان والشيخ سعد، تفضل. اعطيني قول انه قالوا انه خليفه. هناك كثير من الصحابه بايعوا، وهؤلاء لنفترض. هاي المشكله انك انت ما بتذكر لي. انت يعني ابو دلوشاح، انا سالت، انت رحت على الموضوع الثاني، انا سالت دلوشاح الشيخ دلوشاح قلت له اذكر لي روايه تاريخيه انه قال بعد ما تستتب الامور سوف نقيم القصاص. الشيخ نتكلم عن خلافه علي، ما عم نتكلم عن نيه علي انه يريد القصاص، خلينا بخلاف. يا شيخ انت قلت لا يا شيخ ما هذا الحكي الكلام. يا لؤي الله يرضى عليك، انا شو قلت لك؟ والله قلت لك خلينا بخلافه علي. لا انا السؤال اللي بلش بالموضوع، انا اول ما فتحت المايك سالت الشيخ دلوشاح وقال انه كيف وجهه نظره، قال انه علي سوف يقيم القصاص بعد ان تستتب الامور. انا سالته وين ده في هاي الروايه مضبوطه؟ اعطينا الروايه يا اخي، سكر تم بروايه. طيب عموما بالنسبه لبيعات طلحه والزبير ثابته عندنا اصلا، وما حد ينكر انه بايع طلحه والزبير. طبعا المصادر موجوده. ما بايع مكرهون، اذا بايعوا وحاربوا. ايوه الان بايعوا، تتفق مع انهم بايعوا؟ لا ما بتفق، انا بتفق انه بايعوا. منطقه بايعوا مكرهين. يعني بايعوا، تتفق معي بدايه انهم بايعوا ولا لا؟ بايعوا مكرهين. ممتاز، يعني بايعوا مكرهين. طيب انت ممكن تعطيني البيعه انهم بايعوا مكرهين؟ الدليل؟ موجود. انا ما صراحه يعني ما بحفظ، موجوده يمكن مصنف ابن ابي شيبه، انا ما بحفظ تواريخ وهيك. طبعا عمل في المصنف انهم بايعوا مكرهين. طبعا هنا في صحيح تاريخ الطبري يقول، طبعا في روايه صحيحه، فأتاه أصحاب رسول الله فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا تفعلوا فإني أكون وزيرا خيرا من أكون أميرا. فقالوا لا والله وما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال ففي مين ذكر هاي الرواية يا شيخ أبو عبد الله؟ صحيح وضعيف الطبري. دقيقة يا رجل، صحيح وضعيف الطبري الجزء الثالث الصفحة 361. قصص كثيرة يا رجل، هذا في صحيح الطبري، هذا بعد التحقيق. السؤال مصنف ابن شيبة يا رجل، أقول لك هذا في صحيح محققة صحيحة. عبد الله ممكن سؤال؟ ورواية مصنف ابن شيبة محققة وصحيحة، صححها الشيخ سعد الشتري. ما في مشكلة. أنا شوف يا رجل، شوف يا أستاذ، شوف يا محترم،
أنا عبد الله ما أتيتك هو الآن نشر شعب الامور. خلينا نقطه يا بس شيخ. أكمل بس أكمل الرواية يا رجل يا أستاذ دقيقة. أكمل هذه وبعدين تفضل. الرواية صحيحة في صحيح وضعيف الطبري. تقول ففي المسجد، طبعا جاءوا له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فقال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. قالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. قال سالم بن أبي الجعد فقال عبد الله بن عباس فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه وأبى هو إلا المسجد. فلما دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس. هذا دليل أنه بايعه المهاجرين والأنصار في المسجد في المدينة المنورة. عندك نقض؟ تفضل. انا ما بنكر انه في ناس بايعوه. المهاجرين والأنصار يا رجل. يا شيخ بايعوا المهاجرين والانصار وحاربوه طلحوا الزبير. طيب الآن احنا أثبتنا أنهم بايعوه ولا لا؟ ليه ما بايعوا؟ سعد بن ابي وقاص ليه ما بايعوا؟ أثبتنا الآن أنهم بايعوه أم لا؟ والله يا شيخ تعيش المشكلة انك انا بجيب لك رواية وانت بتجيب لي رواية صحيح تاريخ الطبري مصنف ابن ابي شيبة مش أحسنت. الآن أنا بجيب لك رواية وأنت تجيب لي رواية. أنا بعطيني رواية ممكن تعطيني رواية؟ أعطيتك الرواية. وين الرواية؟ موجودة. أنا يا شيخ أنا المشكلة أنتم بتشعبوا الأمور. يا رجل أنا ما شعبها. أنا بجيب لك الرواية وبذكر لك إن شاء الله مش مشكلة. خلاص بس أنا الذي أريد أن أقوله لك. الذي أريد أن أقوله. أعطيني ذو الوشاح يا شيخ خليني أكمل. أنا سكتت كتمت وأعطيتك مجال. تفضل يا شيخ. أنت الشيخ ذو الوشاح ذكر فيما ذكر إنه علي سوف يقيم القصاص بعد ما تستتب الأمور. اعطيني رواية صحيحة بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه كان سوف نقيم القصاص بعد تستتب الأمور. يا لؤي ليش تقفز عن الموضوع؟ نحن كلامنا والله انتم اللي قفزتوا. والله خلينا في خلافة علي. انت قالوا بانهم لم يعتبروه بانه اخونا الناقد دقيقة. لؤي رد عليك. لؤي رد عليك قال لك انه لا يرونه خليفة والدليل انهم طالبوا بتسليم القتلة. صح يا لؤي؟ لا طالبوه بتسليم القتلة لأنه القتلة موجودين معاه. طالبوه بتسليم القتلة. أنا معك. طيب كيف لو القتل دقيقة بس لأنه هنا لؤي صار عندنا إشكال يا لؤي. هم ساروا للبصرة وعلي في المدينة، فكيف يطالبون من علي بتسليم القتلة وهم ساروا للبصرة وهو في المدينة؟ حلها لي يا شيخ. أنا بحلها. إذا القتلة موجودين اسمعني، إذا القتلة موجودين مع علي في المدينة كيف ساروا للبصرة؟ في قتل بالبصرة وفي قتل بمصر وفي قتل بكوفة. إذا ما طالبوا علي بتسليم القتلة. طالبوه في قتل معاه وفي قتل راح قتلهم. في عند اللي بمصر راح قتلهم واللي بالكوفة طلب. ما هو النقطة. نحن نقر بأنهم ساروا من أجل القصاص من قتلة عثمان. ما لنا ناكرين هذا الأمر. أنا سؤالي لك يا لؤي، هل إذا كانوا يرون بأن علي ليس ليش ما راحوا على المدينة وقاتلوه؟ يا شيخ اعطيني رواية إنه القتلة بعد ما قتلوا ضلوا بالمدينة. ما عم اقول لك عن القتلة، أنا عم اقول لك جيش طلحة والزبير أم المؤمنين. إذا كانوا يرون هو قبل قليل قال القتلة في جيش علي. هو نفسه قال القتلة في جيش علي. الحين يقول عطني دليل أنهم ليسوا معه. القتلة يا شيخ القتلة طلعوا من المدينة. القتلة راحوا على الكوفة. خلاص الكوفة. كيف نثبت هذا؟ أنت تثبته. أنا ليش أثبته؟ أنا بعتبر أنت اللي تثبته. بعدين يعني القتلة ما عاد نعرف هم في المدينة هم في البصرة. أنا أسلوب اللف والدوران بدناش إياه. أنا أقرر لك علي خليفة شرعي 100%. الخليفة الرابع وبايعوه طلحة والزبير. أنا اتفقنا يا أحسنت يا شيخ. اعطيني الرواية الصحيحة. أنا شايف ما أحسنني. أنا اتفقت معك. اعطيني الرواية الصحيحة إنه علي بعد ما تستتب الأمور سوف نقيم القصاص على القتلة. يلا أنا أقولها لك. قال لمعاوية ادخل في البيعة وحاكمهم لي. يريد أن تستتب الأمور وأن يدخل الناس في البيعة ويحاكمون القتلة. وهذه في كلام أبو مسلم الخولاني على ما أعتقد عندما ذهب إلى علي.
يلا. قال ابو مسلم الخولاني يا شيخ. علي ارسل اسمع، علي قال لمعاويه رضي الله عنه ادخل في البيعه وحاكمهم لي. والله ما قال يا شيخ. اذا بدك روايه ابو مسلم الخولاني، ابو مسلم الخولاني رجع للشام وكلم معاويه الان طاب القتال. ما قال له يا شيخ. انت تاخذ بابو مسلم الخولاني؟ لؤي اتحدث يا شيخ تطلعها روايه ابو مسلم الخولاني. موجوده انا ما ذكرتها. موجوده واسنادها حسن، موجوده. يلا لكن ابو مسلم الخولاني كذب انت يا جساس، ما يعني بدك تنقذ علي بالكذب. لك انت ابو فراس صح؟ انزل يا نعال، انزل النعال لعنه الله عليك وعلى كل زنديق كلب مثلك. لعنه الله عليك. نعال فاطمه بمنهجك هذا اللي طالع فيه الحين، نعال فاطمه. وحد الله يا شيخ. لا كلب، هذا طعن في فاطمه، يقول عنها اخس واقذر من علي. والله يا شيخ والله انه انا يعني انا والله بعارض اكثر ما بتعارض، يعني انا مقهور من جوا، ما علينا. لا انا عارفك لؤي، انت تصعد دائما ما تتجاوز، لكن هذا يقول تو قبل قليل يقول فاطمه لا تصلي، ايش معناها؟ انا يا شيخ والله منهجي انه تصحيح التاريخ. انا بشوف انه هاي احنا الروايات كلها بغض النظر والله انا المحترم احترمه، اسمعني، المحترم احترمه، لكن من يريد ان احترمه وهو يتجاوز على الرموز لا والله وكرامه لكم، نعال 45 احطها في فمه زي هذا الشيخ. والله اني نعال 35 و45 احترم الموجودين يا اخي، ايش الكلام هذا؟ طيب دقيقة بس انت ايش عندك؟ انت ايش بغيت؟ يا لؤي خليك معي. وش لحظة خلينا نشوف دقيقة. ناقد سعيد ايش عندك يا الحبيب؟ وش الهبوط في المستوى هذا؟ مستواك هابط يا رجل. مستواي هابط مع الهابط امثالك. قسوة عقب يا ناصب انت بعد صح؟ حوثي انا. حوثي انزل مع كبس. طيب يا لؤي، اتفقنا الآن بأن علي بن أبي طالب هو خليفة الآن، ماشي؟ اتفقنا ماشي. ليك أنا ما بدي أخذ برواية بأن علي بن أبي طالب كانت نيته القصاص من القتلة، ماشي؟ خلينا ما بدي أخذ بهاي الرواية، معلش. بس خليك معي أنت بنقطة الآن. إذا هم اختلفوا في الحق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما استلم الخلافة، أول شيء علي بن أبي طالب بالروايات بأنه بريء من دم عثمان رضي الله عنه، وأنه كان رضي الله عنه بنفس الوقت يلعن قتلة عثمان، ولكنه لا يعرفهم بالاسم والشخص. فهذا الذي منع علي بن أبي طالب من القصاص. هاي نقطة، يعني تأول رضي الله عنه، ممكن يكون تأويله أصاب فيه وممكن يكون أخطأ. صارت أم المؤمنين رضي الله عنها مع طلحة والزبير هدفهم القصاص من قتلة عثمان، لأن هؤلاء الذين قتلوا عثمان أسقطوا هيبة الدولة بالاعتداء على الخليفة رضي الله عنه، فساروا أيضا رأوا رؤيا من أجل أيضا هدفهم، يعني اثنيناتهم هدفهم الدين في النهاية، اثنيناتهم هدفهم الدين، هدفهم الإصلاح. يا أحسنت يا شيخ. سواء علي بن أبي طالب أو سواء جيش أم المؤمنين، علي بن أبي طالب في الكوفة. علي بن أبي طالب في الكوفة، ليش يروح؟ خليني يترك يا أخي. أنت ما بدك، مش قادر نملكنا ولا نملكهم يا أخي، اتركهن، خليني يروح يقاتلوا. ليش أنت تروح لهن تلف الطريق وتروح على البصرة تقاتلهن؟ طيب تمام، خلينا نحن نأتي. عندما سار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل قاتلهم مباشرة بعد معركة الزابوقة؟ سؤال لك يا لؤي. ايش يعني قاتلهم مباشرة يعني؟ هل قاتلهم، هل أغار على جيش طلحة والزبير أم المؤمنين مباشرة؟ صار في حرب، والله ما بعرف إذا مباشرة ثاني يوم ثالث يوم. يا لؤي إذا ما أنت ما عندك مصادر، بس راح أوضح لك فكرة. عندما سار علي بن أبي طالب بعد أن دخلوا إلى البصرة وقتلوا حوالي 600 شخص وخلعوا العامل الذي كان قد عينه علي عليها، ومع ذلك علي بن أبي طالب ما قاتلهم مباشرة، جلس هو عسكر، هو وجيشه وعسكرهم، وجلسوا 3 أيام يتشاورون فيما بينهم. هاي الروايات أنا ما لهم جيب لك من عندي شيء. حلو. لو كان علي بن أبي طالب سفاكا أو دمويا كما تتصورون
والله كان دغري مباشرة قالوا لهم يلا اهجموا على جيش طلحة والزبير، هدول هجموا على البصرة وقتلوا كذا بدون إذن مباشرة. ولكن مع ذلك لأنه رضي الله عنه يريد حقن الدماء. والله أنا أقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يريد حقن الدماء، كما أن أم المؤمنين وطلحة والزبير كانت نيتهم أيضا نبيلة هي القصاص من قتلة عثمان، ولكنه كان يريد حقن الدماء. وأكبر دليل على ذلك أنه جلس مع طلحة والزبير. تفضل يا شيخ. أنا ما عندي، ما بعرف بالثلاث أيام هذول. أنا بس عم أوضح لك الرواية. أنا عم أوضح لك الرواية. طيب احكي لي كيف قتلوا، كيف بلشت الحرب يا لؤي. طيب خليني أتكلم. واتفقوا على القصاص من قتلة عثمان وبات القوم في خير ليلة. يا سلام، الجيشين انبسطوا انه خلاص اتفقوا، وصلوا اتفاق ما في دماء. ومع انه لو علي اسمعني اسألك بالله يا لؤي، لو ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان دمويا ويريد القتال ويريد مثلا بهذه الطريقة، كان بيصبر 3 أيام بعد ما قتلوا 600 واحد بمعركة الزابوقة وخلعوا العامل؟ ما حدا بيصبر. هو خليفة ما حدا بيصبر. بيقول لك أنا كيف هذول بيتصرفوا من راسهم؟ هو ما قلت إنه دموي يا شيخ. تماما. طيب معناته وين المشكلة؟ أنت اليوم القائد العسكري طيب، لذلك يا إخواني والله العظيم اللي بينظر للأحداث يرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا ما كان دمويا. يا إخواني أي قائد جيش، أي خليفة اليوم إذا بيشوف أقوام هجموا على مدينة وخلعوا العامل وكذا بيروا بهاجموا مباشرة. مع ذلك علي بن أبي طالب لكي لا تقع الدماء وتحقن الدماء بين المسلمين ولا يكون هناك قتال، جلس وحاور طلحة والزبير مع أنهم دخلوا البصرة وقتلوا أعدادا منها وخلعوا الوالي، مع ذلك جلس معهم. هذا دلالة على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ليس محبا لسفك الدماء، وليس محبا للقتل والاختلاف وما شابه ذلك والفرقة. فسبحان الله العظيم. يعني هذه أدلة. يعني هو لؤي ما عنده معلومات كثير بالنسبة للروايات، الرجل ما في مشكل، بس نحن عم نوضح له الفكرة بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان هدفه سفك الدماء ولا القتال ولا ما شابه ذلك. بس أخونا ناقد نوضح اللؤي لعله التبس عليه رواية اللج عندما قال لأبو عبد الله السفير. رواية اللج لا تصح، يعني ضعيفة حتى سندا فيها أبو نضرة، وأنتم من ضعفتوه. من ضعيفة، يعني هم أقروا بأنها ضعيفة أيضا. لا وحتى ثابت، يعني ثابت بأنهم جلسوا، لو أنهم والله يا إخوان شوفوا النقطة وين، أنهم جلسوا وتحاوروا مع علي بن أبي طالب مع طلحة والزبير واتفقوا على القصاص من قتلة عثمان. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل هو إغارة الجيشين على بعضهم البعض. فسبحان الله أصبح الاقتتال. والله يا إخواني أنا عقيدتي إلى الآن سبحان الله العظيم، وإن شاء الله أن أكون مصيب، يعني أن أكون محقا في هذه يعني الرؤية أو النظرة. اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان فاغفر لي يا أرحم الراحمين. أن الجيشين لم يتعمدوا القتال،